حطي القرنفل في الباميه ووفري بقى فلوسك اللي عماله تصرفيها. ده كنز للرجاله والستات. مش عارفه الفكره دي كانت غايبه عننا فين. ما صدقتش الا لما جربتها بنفسي. هتجيبي كده القرنفل وهتحطيه في الباميه بالشكل ده، فارفعي الفيديو باللايك علشان دي فكره جديده خالص لاول مره هتشوفيها، وبجد هتحلي كل مشاكلك وهتدعي لي من قلبك. وابعتيه لقرايبك وحبايبك واحتفظي بالفكره دي عندك عشان اكيد هتحتاجيها. هتجيبي كده الباميه وهتجيبي كمان القرنفل وتحطي القرنفل بالشكل ده في الباميه بالطريقه دي. وهتستخدمي بقى الباميه الكبيره بلاش الصغيره. هتغسليها وتسيبيها زي ما هي، وهتحطي فيها عيدان القرنفل او المسمار. بعد كده في طاسه هتحطي نص كوبايه صغيره من زيت الزيتون البكري زي ما انت شايفه، وحاولي ان انت ما تعليش النار عليه جامد علشان ما يفقدش القيمه بتاعته. هدي عليه النار خالص، وانزلي بقى بالباميه بالقرنفل وعليهم معلقه كبيره من حبه البركه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصلي على الرسول، انت ساكته ليه؟ الحبه السوداء شفاء من كل داء الا السام. عايزه اقولك بجد الوصفه دي هتوفر لك فلوس كتيره جدا، وكمان كنز للرجاله والستات كلهم هيدعوا لك من قلبك. علشان كده احتفظي بالفكره دي عندك قبل ما تروح منك بسرعه. هتقلبي بقى الحبة البركة مع القرنفل والبامية لحد ما المكونات دي تدوب معاكي كويس جدا، والبامية تلاقيها اتحمرت كده وخدت لون، وبعد كده تلاقيها اتهرست معاكي. هتحطي معاها ورق الغار او ورق اللوري، ده بتجيبيه برضو من عند العطار. مكونات بسيطة وسهلة وموجودة عندنا تقريبا في كل بيت، بس عايزة اقولك هتديكي في الاخر اختراع هيدعيلك عليه كل اللي يجربه من ايدك. هتجيبي بقى كده الباميه وتسيبيها على نار هاديه خالص لحد ما تتحمص وتفك وتنزل فايدتها، وتلاقي زيت الزيتون بقى لونه كده اصفر تقيل زي ما انت شايفه. هصفيه قدامك دلوقتي علشان تشوفي زيت الزيتون. طبعا انا عليت عليه النار لان انا مستعجله، بس انت بقى هدي عليه خالص عين البوتاجاز. تمام؟ انا عشان خاطر التصوير وعايزه انقل لك الوصفه على طول، فانت هدي بقى عليه النار خالص وخليها كده زي الشمع. تمام؟ لحد ما المكونات دي تتعتق كويس جدا في الزيت. عملتي بقى اقوى زيت لانبات الشعر والقضاء على الثعلبه وكمان الصلع المبكر، وبيطول الشعر خلال اسبوعين. تنفع للرجاله والستات. بتشيليه عندك كده في علبه وبتحتفظي بيه، بيعمل معاكي انبات للشعر خلال اسبوع واحد بس. بتدهني بيه جذور شعرك، بيدلك على الثعلبه والصلع المبكر، وكمان بيغذلك جذور الشعر. لو عندك شيب برضو هيعالج لك الشيب والشعر الابيض، ويخلي شعرك يطول ويتقل ويبقى عامل زي الباروكه. ولو بتعاني ان دايما شعرك مش بيطول او خفيف من قدام، جربي بقى الزيت ده وبجد هتدعي لي من قلبك. النهارده جايبه لك افكار وحيل، عايزاكي تكملي معايا الفيديو للاخر وتشوفي كل الافكار اللي موجوده في الفيديو، باذن الله هتعجبك جدا. يلا كده لايك حلو منك وتعالي نبدا مع بعض باول فكره موجوده. اول فكره معايا، لو كان عندك نشابه قديمه تعالي اقول لك اوعي ترميها، تعالي اقول لك هنعمل بيها ايه. كلنا بيبقى عندنا النشابه الخشب دي ساعات بنغيرها. هاتيها كده بقى وهاتي عليها اي لزق يكون عريض ولفيه بالعكس، يعني خلي الناحيه اللي بتلزق كده تكون العكس زي ما انت شايفه. طيب بعد ما تلفيها كلها دي بقى استخدميها للانتريه واستخدميها للسجاد وللستاير، وبالذات لو كان عندك قطه او انت مربيه قطط ويبقى سايبه شعر كتير قوي على السجاد وكمان على الكنب والانتريه والفتافيت بتاعه الاكل. ولو انت معاكي اطفال صغيرين دي بقى من غير مكنسه هتلم معاكي كل الفتافيت اللي موجوده على السجاد وعلى الانتريه زي ما انت شايفه كده. واي حاجه صغيره بصي بتلملك الشعر والوبر، بجد حلوه قوي. هي مريحه جدا للانتريه والستاير، وبالذات لان هي بتلف كده دايره فبتبقى سهله عليكي ان انت تلمي بيها كل الفتافيت. تعالي بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. لو فاتك كتير جدا، لو انت بتغسلي فوط المطبخ او المناديل بالشكل ده وتيجي رايحه بعد ما بتغسليها، طبعا سواء كان بالميه او الصابون، المهم ان انت بعد ما بتغسليها بتروحي على طول تنشريها كده. الفكره دي غلط جدا. المفروض ان انت تتعودي ان انت بعد ما تغسلي اي فوطه عندك في المطبخ جيبي اي معطر عندك، اي معطر كده وترشي على الفوطه. ده بيخلي ريحه الفوطه دايما ريحتها حلوه وتقدري تستخدميها في اي حاجه عندك بدل ما تنشريها بالطريقه العاديه. لا، حطي المعطر بعد ما تغسليها، بتفرق معاكي جدا في نظافه الفوط. تعالي بقى نشوف الفكره دي، والفكره دي حلوه قوي. لو انت عندك بواقي ورق الزبده اللي بتبقى حتت كده صغيره، هاتيها زي ما انت شايفه، وبعد كده هاتي اي شامبو عندك او اي شاور اي حاجه وحطي كده عليهم
وافرديها باي فرشه. انا عندي اللي هي الفرشه بتاعت الزيت دي قديمه، فهفردها بيها زي ما انت شايفه. المهم ان انت تخليها طبقه واحده وتسيبيها كده لحد ما تنشف معاكي. هتنشف وهترجع تاني ناشفه وتبقى ورقه ناشفه. طيب ايه بقى اللي يحصل بعد ما بتنشف؟ زي ما انت شايفه كده نشفت خلاص. تيجي بقى مقصها بالمقص او واخداها كده قطع صغيره تعمليها مربعات او دواير. ودي بقى يا ست الكل تاخديها معاكي في شغلك او ابنك ياخدها في المدرسه. بجد حلوه قوي. لو مثلا كل حاجه وعايز يغسل ايده بياخد ورقه من الورق دي. بصي بياخد ورقه كده ويغسل بيها. عايزه اقولك هترغي معاه زي الصابونه بالظبط. بصي كأن معاه صابونه. وبصي الورقه بتفضل سليمه زي ما هي. فايده الورق ده ان هو ما بياخدش مساحه معايا في الشنطه، احسن ما يحط صابونه وتبقى مبلوله وتبوظ له الكشاكيل او الورق اللي معاه. دي بقى هيستخدمها وبعد كده يرميها. تعالي شوفي الفكره دي حلوه قوي لرجاله الضيوف، او ممكن تعمليها على طول. انت بتحطي كده المعطر او الحاجه تكون ريحتها حلوه وتكون قويه بمناديل او قطنه، وتفتحي دايما عندك المخدات وتحطي كده واحده في سله الزباله وتركنيها. الحركه دي دايما بتخلي الشقه بتاعتك ريحتها حلوه جدا من غير ما ترشي معطر كتير او ترشي حاجات كتيره في الجو. لو انت بقى جبتي ازازه الزيت وبعد ما فتحتيها شميت لها ريحه مش حلوه او حاسه ان الزيت طعمه مغير، او انت كان عندك الازازه دي من زمان وركناها، فتعالي اقولك على فكره. بتجيبي كده معلقه من الزعتر وتضيفيها على ازازه الزيت. لو كانت ريحتها وحشه او اثناء القلي بتشمي ريحه زيت مش حلوه بسبب النوع مش كويس او نوع لسه جديد لسه بتجربيه، معلقه زعتر بقى دي هتوديه في حته تانية خالص وتقضيلك على الريحه. لو لسه مكمله معايا بقى تعالي بقى شوفي الفكره الحلوه دي. لو انت جبتي اللي هي الفرع بتاع الورد وحابه تحطيه في فازه او في علبه زي ما انت شايفه، بيبقى شكله بالطريقه دي وشكله وحش قوي. الطريقه الصح بقى ان انت لما تجيبي شويه ورد زي دول اتني الاطراف كده لتحت. هتقولي ده انت بتبوظيها. لا مش ببوظها خالص، ده احنا هنعملها بطريقه حلوه بحيث ان انت لما تيجي تحطيها في فازه او تحطيها في علبه زي اللي انت شايفاها معايا في الفيديو دي يبقى شكلها كويس. وادي كده شكلها بصي احسن من الاول بكتير، كمان بتبقى ثابته كده وبقت قصيره. طريقه حلوه قوي. وايه رايك بقى في الفكره دي؟ بتحطيها كده عندك على حوض المطبخ. تعالي بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. هاتي اي مصفى قديمه ما تكونيش انت بتستخدميها وغلفيها بورق فويل. خلاص، ورق فويل، حته ورق فويل كده غلفيها زي ما انت شايفه. ولو كانت عندك بقى البخور خلص، تعالي اقولك على حاجه تبخري بيها الشقه بمكون ما تحتاجيش ان انت تستخدمي بخور خالص. انا استخدمت قطعه من الفحم. وهتجيبي الفانيليا. عايزه اقولك الفانيليا دي بتدي ريحه حلوه جدا احلى من البخور، وساعات بستخدمها كتير قوي لما الاقي البخور عندي خلص وما كنتش عامله حسابي. بخري بيها المطبخ والانتريه والشقه كلها. بجد الريحه بتبقى ريحه فظيعه. عايزاكي تجربي الفكره دي هتعجبك جدا. تعالي بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. لو انت عندك بقى المقشه بدات تتني معاكي وبدات تبقى الشعيرات بتاعتها بقت خلاص طريه وانت بتوقفيها كتير، على طول تروحي على عين البوتاجاز وتهدي العين كده زي ما انت شايفه وقربي المقشه بتسخن معاكي شويه. والحركه دي بقى بتخلي الشعيرات بتاعتها تبقى جامده جدا وتبقى ناشفه كمان معاكي. لما تكنسي بيها هتلم معاكي التراب كله، حتى التراب الناعم هتلمه. جربي الحركه دي بجد هتعجبك جدا. اوعي تنضفي بوتاجازك الا لما تعملي الحركه دي. هاتي كده شويه دبابيس وتعالي نرجع البوتاجاز بتاعنا جديد. وكمان هقولك على فكره حلوه قوي تعمليها في اوضه النوم هتحل معاكي اكتر مشكله ممكن تقابليها. فيديو النهارده مليان افكار حلوه كتير، بس تابعيني للاخر وما تنسوش اللايك يا حلوين، وباذن الله هتخرجي مستفيده وهتعجبك الافكار. تعالي نشوف مع بعض اول فكره. هقولك على اسهل طريقه تلضمي بيها الابره بمنتهى السهوله. هتجيبي كده الخيط زي ما انت شايفه. لو انت عندك مشكله ان انت ما تبقيش شايفه الخيط كويس وهو بيدخل معاكي في الابره، فتقدري ان انت تلونيه كده باي اكلادور يكون لونه اسود او لونه احمر، اي حاجه كده تكون واضحه تقدري ان انت تشوفيها وتبين معاكي الخيط زي ما انت شايفه. وكمان لو سبتيه ينشف كده لمده ثواني، عايزه اقولك الخيط بيبقى واقف معاكي كده وناشف، فبيدخل معاكي بمنتهى السهوله جوه الابره بالشكل ده. دي فكره حلوه قوي، بعتيها لكل قرايبك وحبايبك اللي الناس اللي بتعاني من مشكله لضم الابره. ودي اسهل طريقه تقدري تشوفي بيها الخيط وفي نفس الوقت بيبقى واقف ويدخل معاكي بمنتهى السهوله.